تتشفع لقارئها يوم القيامة وتدل عليه من حرارة ذلك اليوم وتحفظه وترعاه. روي عن النواس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، تقوم بطرد الشياطين من بيت من يقرأها وتطرد الوسواس. عن أبي هريرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. آخر آيتين في ختام السورة لهم فضل كبير في حفظ المرء ورفع الكرب عنه. روى البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه عند قراءتها في البيت لمدة 3 ليالي لا يقرب الشيطان هذا البيت. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار 3 ليال فيقربهما شيطان. ظل شخص يقرأ سورة البقرة كل ليلة ولمدة عدة شهور، فشفاه الله وعافاه وبدل حاله من الضيق إلى الفرح ومن العسر إلى اليسر. قال شخص أنه كان يقوم قيام الليل 2 ركعتين ويقرأ سورة البقرة فيهم ويوتر بسورة الضحى، وظل مستمر على ذلك لمدة 2 شهرين، ففتح الله عليه جميع أبواب الرزق والعافية في صحته. قال ابن القيم رحمه الله: إن العين والحسد كالكتلة في جسد المحسود، لا يقوم بإزالتهما ولا يمحيها إلا تكرار سورة البقرة والمعوذتين. عند تكرار سورة البقرة يجعل الله حول جسدك محصن، فلا يضرك عين حاسد ولا يؤذيك مكر الحاقدين. عند المحافظة على قراءة سورة البقرة يجلب الله للعبد كل الخيرات التي قد يعجز أن يحصيها، ويرزقه الله البركة في نفسه وأهله وماله وولده. ورد عن النبي أحد الأحاديث التي يبين فيها أهمية وفوائد قراءة سورة البقرة بشكل مستمر، فهي تساعد على طرد الشيطان وحماية من في المنزل، لذلك يجب الإكثار من قراءة هذه السورة العظيمة. فقال رسول الله: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وإن قراءة سورة البقرة يوميا يساعد على تهدئة البال والشعور بالراحة والسكينة في المنزل. وأيضا يجب عدم الاقتصار على قراءة سورة البقرة فقط، بل يجب قراءة ما تيسر من القرآن، بالإضافة إلى الاستغفار والتسبيح والصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل على محمد. لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.